بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، وعلى المختار طه وآل بيته الطيبين وصحابته الكرام. السيدات والسادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام إلى كل قلب عاش على هذه الأرض ورفض أن ينتزع منه الحق والكرامة. سلام لكم أهل الفرات والجزيرة. سلام إلى أبطال جبال كردستان. سلام لكم أبناء المدن والقرى، عربا وكردا وسريانا وتركمانا وأرمن، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين. سلام على سوريا التي تنهض اليوم من ركام عقود من القمع والحرب والخذلان. اليوم يمضي عام كامل على تحول مفصلي في تاريخ بلادنا، هو خلاص السوريين من نظام مجرم شوفيني عنصري مثله حزب البعث العربي الاشتراكي والطائفة الأسدية. نظام حكم البلاد بالحديد والنار، سلب ونهب، سجن وعذب، شرد وقتل، صادر السياسة، نهب الثروات، ملأ السجون والمعتقلات، شرد الملايين، فتح أبواب البلاد لكل صنوف الاحتلال والتطرف. لكنه في النهاية سقط، وسقط معه صنم جثم طويلا على صدر دمشق وسورية كلها. ومع هذا السقوط انفتح أمامنا سؤال أكبر وأخطر: كيف سنعيد نحن أبناء هذه الأرض تشكيل الوطن؟ لن أجاملكم بشعارات تريح العواطف وتخدر العقول، فالحقيقة غير ما يقال في الهتافات. الحقيقة أننا كسوريين ما استطعنا إسقاط النظام المجرم البائد، لا بسبب ضعف فينا كشعب مقهور، ولا بسبب قوة كان يتمتع بها المجرم الفار في موسكو، وإنما بسبب إرادة دولية كانت هي المهيمنة على الأمر وعلى القرار السوري. قررت حسم المعركة بعد 14 عاما من الدماء والمعاناة. هذه الحقيقة ليست للتقليل من تضحياتنا، بل لتصحيح البوصلة، فنحن في مرحلة بناء وإعادة إعمار وتأسيس الدولة. يجب أن نقرأ الواقع كما هو، لا كما نتمنى. 14 عاما ناضل فيها السوريون من أجل إسقاط المجرم، لكن هذا النضال وحده لم يكن كافيا، لأن الإرادة الدولية لم تكن مقتنعة بعد. وحين اقتنعت وقررت، سقط النظام بكل سهولة بين عشية وضحاها. بعد أن تحقق مصالحها انتصرنا كشعب. لابد أن تكون هذه الحقيقة حاضرة في أذهاننا
ونحن نحاول إعادة بناء البلد، لأن فهم أسباب السقوط هو أساس أي مشروع للمستقبل. ما انتصرنا بسبب قوتنا وضعف نظام بشار المجرم، وما انتصرنا بموتورات هيئة تحرير الشام زحفت من إدلب نحو دمشق. إذا كنت لازلت تحت تأثير هذا المخدر وحقنة من يقرر، استيقظ، فقد تبين كل شيء. إرادة دولية حسمت المسألة وقررت انتصار الشعب وهزيمة الأسد، لا حبا فينا وإنما تحقيقا لمصالحها. إدراك هذه الحقيقة أمر مهم، لأنها وحدها ما يمكنك من استشفاف المستقبل وبناء رؤيتك على أساس صحيح. كثير من الشغب والانتهاكات جرت ولا تزال للأسف تجري على التراب السوري نتيجة قراءات خاطئة أو متعمدة للواقع. هذه القراءات أرادت أن يعيش الناس نشوة انتصار زائف، أننا كشعب هزمنا الأسد، أو أن الجولاني وجماعته أسقطوا الأسد ونظامه. لكن الحقيقة المؤلمة أننا نفس الشعب لم نستطع إسقاط الأسد طيلة 14 عاما، وكان الجولاني حينها موجودا يتاجر بالدم السوري باسم الثورة على الأسد. السبب إرادة دولية قررت طيلة 14 عاما أنه لم يحن الوقت للخلاص من الأسد. وفي لحظة ما لمعت الجولاني، قصقصت له أطراف لحيته، هذبتها، ألبسته بدلة وجرافيتا، كما أكد وصرح السفير الأمريكي السابق لسوريا روبرت فورد، وقررت أن الأسد قد حان وقت رحيله. المحصلة الحمد لله أننا تخلصنا من نظام الأسد، واليوم يمر عام على ذلك السقوط، عام لم يكن مجرد حدث سياسي، بل تحول روحي واجتماعي وأخلاقي وسياسي. من المهم أن نقيم ونحلل ونستشرف المستقبل الذي يليق بتضحياتنا الجسام. لأجل ذلك لابد أن نقف عند نقاط 3 أساسية هي مفاتيح التقييم. ماذا حققنا؟ ما هي العقبات التي ما زالت أمامنا؟ كيف نبني المستقبل الذي حلم به شهداؤنا؟ هذه ليست مجرد تساؤلات، بل هي أسئلتنا المصيرية، وهي واجبنا التاريخي اليوم أن نجيب عليها بصدق الثوار وشجاعة الأحرار. حصاد العام الأول يكشف إخفاقات وإنجازات لا يمكن إنكارها، وفي مواجهة هذا الحصاد أحمد الله على نعمة الإسلام. هذا الإسلام النقي الذي نتلقاه من كتاب الله وسنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا من تأويلات متوترة ضيقة صنعتها صراعات سياسية بعيدة كل البعد عن جوهر ومقصد الدين الذي هو الرحمة والعدل والكرامة الإنسانية
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لكن للأسف وبألم شديد هذا هو حال حركات الإسلام السياسي في كل زمان ومكان، تبتعد عن جوهر الدين وتغرق في صراعات التاريخ، سبحان من لا تتبدل سننه ولا تتحول. فالخراب والتشويه الذي يجلبه الإسلاميون السياسيون على الإسلام كبير وعظيم، وهم كما هم لم يتغيروا، ويثبتون كل مرة أنهم غير قادرين عن الخروج من بطون سياقات تاريخية، وهو ما ثبت ولم يخب ظني في أبي محمد الجولاني وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام في مسارهم نحو تشويه الإسلام. فقد رأينا خلال العام المنصرم كيف أدت القراءات السياسية المتشددة مهما كانت نوايا أصحابها إلى تعميق الانقسام والتوتر بين مكونات الشعب السوري. المشكلة ليست في تدين الناس، بل في حبس الدين داخل قوالب تاريخية جامدة وإعادته إلى ساحات الصراع بدل أن يكون قوة للبناء. وهذا ما ظهر جليا في تجارب عديدة قديما وحديثا، حيث لم تستطع أن تقدم نموذج حكم جامع ولا أن توازن بين عقيدتها ومصلحة الوطن، فبقيت أسيرة الشعار لا المشروع. الناس هللت وفرحت بوصول المشايخ. طبيعة المجتمع المسلم المتدين تهلل وتفرح لوصول المشايخ والمنادين بحكم الإسلام لسدة الحكم. لكن للأسف هؤلاء لم يستطيعوا أن يخرجوا من سياقات تاريخية وأن يقدموا المواطن والوطن على أفكارهم ورؤاهم الخاصة، متجاهلين حقيقة بسيطة هي أن الوطن أكبر من أي فصيل وأوسع من أي رؤى. أول الخراب حين روجوا أنهم وحدهم من لهم الحق بالاستفراد بسوريا، عندما أطلقوا أولى حقنهم المخدرة تحت شعار من يحرر يقرر، ليحولوا الوطن إلى غنيمة لفصيل أو جماعة. انطلاقا من هذه الحقنة أصبحوا يروجون لسوريا غريبة عنا، سوريا أموية لا نعرفها، بالرغم من أن الدولة الأموية كتجربة إنسانية وليست إسلامية، ولا يصح بحال من الأحوال نسبتها إلى الإسلام، بل يصح نسبتها للمسلمين. أعود فأقول بالرغم من أن الدولة الأموية كتجربة إنسانية بشرية لها ما لها وعليها ما عليها، إلا أنه لا يجوز بحال من الأحوال اختصار دولة وشعوبها المتعددة وتاريخها الطويل بحقبة زمنية من تاريخها لا تتجاوز 90 عاما. إن تجاهل أرض تعاقبت عليها حضارات وممالك وإمبراطوريات من الأمويين والعباسيين والفاطميين والإخشيديين والأيوبيين والمماليك والسلاجقة والعثمانيين والفرنسيين،
واختصارها في مرحلة واحدة مرت عليها قبل أكثر من 1200 عام هو اختصار لا يشبه الواقع، لكنه لم يكن اختصارا بريئا، بل مدروسا بعناية من أجل سرقة الوطن السوري والتلاعب بالهوية الوطنية الجامعة، ترجم على أرض الواقع إلى إرهاب وقتل طال كل المكونات السورية: العلويين في الساحل السوري، والدروز في جبل العرب، والسنة العرب الذين يرفضون وصايتهم. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتدت إلى تهديدات واستفزازات مستمرة طيلة عام كامل بحق الكرد وقوات سوريا الديمقراطية في محاولة لضرب وحدة الشعب السوري بكل مكوناتها. لم يقتصر أثر هذا الإرهاب على القتل والتهديد، بل انعكس أيضا في فشل الحكومة المتغلبة على قرار الشعب السوري بقيادة أبي محمد الجولاني. هذه الحكومة لم تستطع أن تبني خيمة وطنية تجمع السوريين، وظلت أسيرة صراعات الفصائل ومحل شك لدى شرائح واسعة من السوريين. لم تنجح في تشكيل حكومة تمثل الجميع، ولا في بناء برلمان يطمئن المكونات، ولا في تأسيس المؤسسات القادرة على إدارة شؤون البلاد، بل إنها عجزت حتى عن صياغة وعي وطني جامع يلم شتات السوريين ويمنحهم الثقة بمستقبل مشترك. وهكذا بقيت شرعيتها ناقصة وتمثيلها منقوص، وفقدت القدرة على أن تكون إطارا وطنيا حقيقيا. وهذا ثبت بالدليل في المظاهرات التي دعا إليها الجولاني نفسه بهذه المناسبة، مناسبة سقوط نظام الأسد، ورفعهم لإشارات ورموز يقصد من خلالها الإهانة من الشعب الكردي في سوريا. هذا لم يكن مجرد سلوك عابر، بل دليل على أن مشروعهم السياسي عاجز عن جمع السوريين، وأنه يزرع الانقسام بدل الوحدة. هذا الإخفاق الداخلي رافقه إخفاق امتد إلى سياستها الخارجية، التي كشفت عن ارتهان واضح للخارج وضعف القرار السيادي، إذ اتسمت سياستها الخارجية بالتردد والافتقار إلى استقلالية القرار. لم تستطع أن تفرض إرادتها الوطنية، بل بقيت تتحرك تحت ضغوط القوى الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعلتها تبدو كأداة أكثر من كونها سلطة ذات سيادة. ويظهر هذا الارتهان جليا في علاقتها مع تركيا، حيث تحولت مؤسساتها السياسية والخدمية إلى هياكل تعمل تحت إشراف مباشر من أنقرة، وفقدت القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تعكس مصالح السوريين. بجانب هذه الإخفاقات خلال العام المنصرم، ورغم كل التحديات، وبالرغم من أنه لم يكن عاما من الهدوء، إلا أنه كان عام الصمود العظيم في شمال وشرق سوريا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية. انتقلنا من الخوف إلى القدرة، من الضياع إلى الإدارة،
من التشرذم إلى الشراكة، من الفوضى إلى خطوات ثابتة نحو الاستقرار. قوات سوريا الديمقراطية أثبتت أنها درع الشعب وسيف الحرية، حمت المدن والقرى وأعادت الحياة إلى الطرق والساحات التي أريد لها أن تكون مسرحا للرعب. لا يمكن لأي منصف أن يتجاهل حماية السلم الأهلي في شمال شرق سوريا بفضل تضحيات الأبطال في قوات سوريا الديمقراطية صاحبة الإنجاز التاريخي في هزيمة الإرهاب العالمي. لا ينسى العالم ولا ننسى نحن أن قوات سوريا الديمقراطية بأبنائها من الكرد والعرب والسريان هي من قضت على خلافة داعش المزعومة. لم يكن ذلك مجرد انتصار عسكري، بل كان إنجازا حضاريا إنسانيا، حماية لسوريا وللعالم بأسره من شرور التطرف. منذ سقوط نظام الأسد والفتن تعصف في الساحل والجنوب السوري للأسف، بينما حافظ الشعب في شمال شرق سوريا بكرده وعربه وسريانه وأرمنه وتركمانه على تضحياتهم بالسلم والتعايش والتشارك بفضل سواعد الأبطال في قوات سوريا الديمقراطية. ونحن نستذكر حصاد عام مضى، لا يمكن أن نتجاهل مقاومة سد تشرين، حيث لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت معركة على شريان حياة يمد ملايين السوريين بالكهرباء والمياه. حين حاولت الفصائل التي ارتهنت لتركيا للسيطرة عليه، واجهتها قوات سوريا الديمقراطية بصلابة، فحولت السد من هدف مهدد إلى رمز للصمود الوطني. هذا الاختبار القاسي كان برهانا أن قسد ليست قوة محلية عابرة، بل قوة وطنية مسؤولة قادرة على حماية البنية التحتية ومنع تفكيك البلاد. بفضل شجاعة المقاتلين والمقاتلات وتكتيكاتهم الميدانية تراجع المعتدون وبقي السد في يد الشعب. قسد كما صمدت في المعارك صمدت مجتمعاتها في البناء، فبينما كانت البنادق تحمي السدود، كانت الأيدي التشاركية للمجتمعات والمكونات في شمال شرق سوريا تبني مؤسسات مدنية من قلب الرماد. المرأة والشباب أصبحوا شركاء حقيقيين في القرار. هذا إنجاز تاريخي لم تعرفه سوريا من قبل. نحن لم نقدم مشروعا انفصاليا كما يروجه الغوغاء، بل قدمنا سوريا المستقبل في صورة مصغرة، إدارة تشاركية حقيقية تضم العرب والكرد والسريان والتركمان وكافة المكونات، تتعاون فيما بينها لإدارة شؤونها. هذه التجربة بشهادة التقارير البحثية المحايدة هي التي رسخت الاستقرار الأمني في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في خضم الفوضى في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، وحافظت على النسيج الاجتماعي المتنوع. هذا النموذج هو التطبيق العملي لقول المولى عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف لا التناحر، والتكامل لا الإلغاء،
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي أن هذا التنوع ليس تهديدا، بل هو قدرنا المشترك وطاقتنا الكبرى. والتعارف الحقيقي هو بناء مؤسسات قادرة على صون التنوع وتحويله إلى قوة. هذا الاستقرار الداخلي فتح الباب أمام خطوات سياسية مهمة، فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بفتح قنوات سياسية مع القوى الدولية وإيصال صوتنا إلى العالم. خضنا حوارات وطنية واسعة جامعة شاملة، سواء عبر مؤتمر الرقة أو مؤتمر المكونات الذي انعقد في الحسكة، أو كونفرانس الوحدة الكردية الذي انعقد في قامشلو، الذي رسخ الهوية الكردية كجزء أصيل من سوريا الجديدة دون أن ننغلق على أنفسنا، بل كجسر بين المكونات. هذا الانفتاح السياسي توج باتفاقية 10 من آذار التي وقعها الجنرال مظلوم عبدي مع حكومة دمشق، والاستعداد الأكبر للبحث في بناء منظومة أمن وطني جامع. هذه ليست تنازلات، بل هي نتائج الثقة بالنفس التي يولدها الوعي والقدرة على الإدارة والخبرة في حماية المجتمع. لقد أثبتنا للعالم أننا قوة سورية وطنية هدفها بناء دولة ديمقراطية لكل السوريين. غير أن هذه الإنجازات على أهميتها لم تلغي حقيقة أن الطريق ما يزال مليئا بالعقبات والتحديات الكبرى. نعم، سقط الاستبداد القديم، لكن لا تزال أمامنا عقبات كبرى. أولى هذه العقبات هي محاولة إعادة إنتاج القديم عبر المركزية الصارمة والإقصاء. ذلك العقل الذي لا يزال يحلم بدولة تدار من غرفة واحدة في دمشق، تقرر عن الجميع وتتحدث باسم الجميع وتنظر إلى التنوع القومي والديني والمناطقي على أنه خطر يجب ضبطه لا ثروة يجب صونها. يحلم بإعادة إحياء أنماط الحكم القديم عبر مركزية صارمة، إقصاء للمكونات، انفراد بالقرار، عدم اعتراف بتجارب الإدارة الذاتية الديمقراطية. نقولها بوضوح: لقد ولى زمن الإنكار والإقصاء. لن نقبل بأي مساومة على حقوق مكونات شعوبنا، وفي مقدمتها الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. هذه ليست منة من أحد، بل جزء لا يتجزأ من الحل الديمقراطي الشامل لسوريا. يجب أن نكون صريحين: أي مشروع لا يحترم التعددية سيعيد إنتاج الأزمة، وأي دولة لا تعترف بهويات شعوبها ستظل دولة هشة. هذه الحقيقة يجب أن تقال بوضوح. إذا كانت المركزية والإقصاء عقبة داخلية، فإن التدخلات الإقليمية تمثل عقبة خارجية لا تقل خطورة عن الأولى. فالمنطقة ليست جزيرة معزولة، والضغوط الإقليمية والدولية ما تزال كبيرة، والتدخلات لا تتعلق دائما بالأمن، بل أحيانا بخشية من نجاح تجربة الإدارة الذاتية كجزء من الحل الوطني التشاركي.
وإذا كنت أكثر وضوحا أسمي الأشياء بأسمائها، فإن الضغوط التركية المستمرة لا تستهدف الإرهاب كما تدعي أنقرة، بل تستهدف تجربة الديمقراطية والتعايش في شمال شرق سوريا. لما؟ لأن هذا النموذج الناجح يهدد الأنظمة الاستبدادية المجاورة ويقدم لشعوبها أملا في التغيير. هذه العقبات مركزية الماضي وتدخلات الجوار ليست قدرا لا يرد، لكنها أيضا ليست تفاصيل يمكن تجاوزها بالكلام العاطفي. إذا كانت هذه العقبات واضحة أمامنا بهذا القدر، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس هل نستطيع تجاوزها، بل بأي مشروع وبأي أدوات يمكن فعل ذلك. فالمستقبل لا يأتي هدية ولا هبة من أحد، بل يصاغ بإرادة واعية وباتفاق صريح على شكل الدولة وعلى معنى المواطنة وعلى مكانة كل مكون في سوريا الغد. عقد اجتماعي جديد يقوم على اللامركزية السياسية. فقد أثبتت عقود من الحكم المركزي أن حصر السلطة في عاصمة واحدة وفي يد قلة قليلة هو الطريق الأقصر إلى الاستبداد والفساد والانفجار. آن الأوان أن نعلن بوضوح أن سوريا لن تحكم بعد اليوم بعقلية الوصاية من فوق، بل بشراكة حقيقية من تحت، من البلديات والمجالس والإدارات وصولا إلى برلمان وطني جامع. هذا العقد يجب أن يعترف بحقوق جميع المكونات ويضمن مشاركة حقيقية في القرار، ويجعل السلطة خدمة للشعب لا أداة قمع. اللامركزية السياسية هنا ليست ترفا فكريا ولا وصفة أجنبية، بل هي ضمانة لوحدة البلاد على أساس العدالة والاعتراف المتبادل. ثانيا، دستور ديمقراطي يعترف بالتعددية ويحمي الحقوق. فالمستقبل لا يبنى بالخطابات المجملة والمنمقة فقط، بل بنص أعلى يلتزم به الجميع. دستور جديد لسوريا بعد الأسد يكون ثمرة حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل المكونات بلا إقصاء. دستور يعترف بالحقوق القومية للشعب الكردي ويقر اللغة الكردية إلى جانب العربية، ويحمي في الوقت نفسه حقوق العرب والسريان والآشوريين والتركمان وسائر المكونات. يضمن حرية المعتقد وحق كل جماعة في الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية. دستور لا يضع هوية فوق هوية ولا يكتب دينا في مواجهة دين، بل يجعل من المواطنة المتساوية أساس الانتماء، ومن التعددية قوة تحمي الدولة بدل أن تهددها. أي دستور لا يكرس التعددية سيعيد إنتاج الأزمة، وأي دستور لا يحمي التنوع سيبقى هشا أمام أول عاصفة. لكن الدستور مهما كان متقدما لن يحقق الاستقرار إذا لم يدعم بعدالة اقتصادية تعيد بناء ما تهدم وتضمن لقمة العيش للجميع. لن تستقر أي دولة مهما كانت شعاراتها جميلة منمقة
إذا بقيت بطون جائعة ومخيمات منسية ومناطق كاملة مدمرة منتظرة من يلتفت إليها، الحرية بلا خبز وهم، والديمقراطية والكرامة بلا عدالة اقتصادية، قشرة رقيقة فوق بركان. لذلك مشروعنا للمستقبل يجب أن يتضمن رؤية واضحة لإدارة الثروات والموارد في سوريا، بعيدا عن النهب والمحسوبيات، وبعيدا عن العقاب الجماعي لمناطق أو مكونات لأنها اختلفت في الرأي أو طالبت بحقوقها. نريد خطة إعمار تبدأ من الأكثر تضررا ومن القرى والبلدات المنسية، وتفتح أبواب العمل أمام الشباب حتى لا يتحول الفقر مرة أخرى إلى بوابة للتجنيد في ميليشيات أو تنظيمات متطرفة. لكن العدالة الاقتصادية مهما كانت ضرورية لن تصمد ما لم تدعم بوعي وطني جامع يحمي التنوع ويغلق الباب أمام الكراهية. المستقبل لا يبنى بالسلاح وحده بل بالوعي. لذلك من الضروري إطلاق مشاريع تعليمية ثقافية تعيد الثقة بين المكونات وتحصن الأجيال القادمة من خطاب الكراهية والتطرف الذي أصبح سائدا اليوم. الوحدة الحقيقية ليست في رفع شعار واحد بل في بناء وعي مشترك يقوم على قيم الحرية والكرامة والعدالة. هكذا فقط نحول سقوط النظام من حدث في دفاتر السياسة إلى بدايات عهد جديد في ضمائر الناس. فالمستقبل ليس هدية تمنح لنا بل مشروع نبنيه بأيدينا، بعقد جديد يقوم على اللامركزية السياسية والشراكة، وبدستور ديمقراطي يحمي التعددية والحقوق، وبعدالة اقتصادية تداوي جراح الفقر والحرب، وبوعي وطني يجعل من تنوعنا قوة لا لعنة. هكذا فقط نكون أوفياء لتضحيات الشهداء، وهكذا فقط نصون سوريا الجديدة التي حلم بها شعبنا، سوريا الحرية والكرامة والعدالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.